ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض طاجن لحمه بالبصل تحفه، جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين عامل ازاي ومستوي قوي قوي. وبجد لو جربتيه هتعمليه على طول، الصوص بتاعه طالع رهيب. هتحطيه على الرز، لو كلتيه على رز ابيض، على رز معمر، على مكرونه، اي حاجه يبقى جميل جدا. يلا نشوف الطريقه مع بعض. بس قبل ما نشوف الطريقه يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها، هنجيب معانا معلقه سمنه بلدي ودوت دهن كده كان مديهولي الجزار يعني مع اللحمه. هنسيحه مع السمنه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. نفضل نقلب فيه كده عشان اللحمه دي السمنه دي هنحمر فيها اللحمه. بعد بقى ما يسيح وكده انا هشيله عشان ما يتحرقش او يدي طعم وحش. وطبعا لو ما فيش دهن ده مش مشكله، ممكن بتحطي معلقه سمنه ومعلقه زيت عادي. هنجيب اللحمه بتاعتنا، ده نص كيلو لحمه، هنبدا نحمره كده على النار لحد ما لونه يغير، لا لحد ما يحمر، يعني لحد ما يبقى متحمر، شكله متحمر بالشكل دوت. ياخد يعني حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. احنا شغالين بنقلب وهنعلي عليه النار عشان ما يطلعش مية بتاعته، يعني ايه لو علينا النار هيطلع مية. كده بدأ يحمر اهوت. انا معايا فصين مستكة احطهم معاهم، بيدي ريحة وطعم فظيع. دي بتجيبها من عند العطار. لو ما فيش مستكة عادي مش مشكلة. هي احمرت بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيلها. هجيب قصاد، لو انا جايبه نص كيلو لحمه هحط عليه نص كيلو بصل اقطعه شرايح. لو جايبه كيلو لحمه نحط كيلو بصل، هو مش كتير خالص ومش هيبان خالص خالص في الوصفه بتاعتنا، كانه مش موجود. هتقطعيه شرايح بالشكل ده وبعد كده نحطه مكان تحمير اللحمه. وهنحط معلقه ملح على البصل وكمان معلقه سكر علشان الكرمله، عشان اللون بتاعه يبقى بني. معلقه ملح اهيت ومعلقه سكر. معلقه سكر عشان مش معلقه سكر عشان الكرمله. وابدا بقى اقلب في البصل كده برضو حوالي 10 دقايق ربع ساعه لحد ما ما اللون بتاعه يبدا يتغير معانا. طبعا انت ممكن تسيبيه ما يبقى بني خالص، وممكن تسيبيه ما يدبل بس كده زي ما انا عملت. هجيب بقى اللحمه بتاعتنا اللي احنا حمرناها واحطها عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، واقلبهم كويس. واحط معايا مش هحط طبعا بهارات ولا توابل كتير، انا ما بحبش احط على الطريقه دي لا بهارات ولا توابل كتير، على عشان ما تغيرش الطعم. كل اللي هحطه معلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح، وابدا اقلبه. وبعد كده هغطي الحله واسيبها على النار لحد ما تطلع الميه بتاعتها. وكل 10 دقايق هبص على الحله واحط لها شويه ميه سخنين كده، ميه سخنه. تمام كده لحد ما ما تستوي. بعد كده هنشيلها ونحطها في الفرن، في طاجن في الفرن حوالي مثلا ربع ساعه. هيد عليها الشوايه، هتطلع بقى من الفرن. انا حطيتها في طاجن بايركس كده، هتطلع من الفرن بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. طعمها تحفه، الصوص بتاعها تحفه. هتعملها بقى شويه رز ابيض تاكليهم معاها، او ممكن تاكليها بالعيش عادي. بجد جربوها وهتعجبكم. وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه. اشوفكم في وصفات جديده.